فنانة لبنانية قدرت إنها تجذب قطاع كبير من الجمهور بموهبتها الفنية وصوتها الحلو. عاشت قصة حب قصيرة وبعدها حصل الجواز، لكن الإشاعات مش سايباها في حالها، ورغم حبها لبلدها قالت إنها مش هترجع تاني، واعتبرت الإمارات بلدها التاني. تعالوا بينا نتعرف أكتر على الفنانة ناي سليمان. حصلت ناي سليمان على درجة البكالوريا في الأدب الإنجليزي وعلى درجة البكالوريا في التربية الموسيقية، وكملت 6 سنين في دراسة الغنى في المعهد الوطني للموسيقى. بدأت حياتها المهنية في سن مبكر، وشاركت في كتير من المناسبات والحفلات الموسيقية في لبنان، زي مهرجان الأغنية اللبنانية في الأونسكو سنة 2001، ولفت جميع أنحاء العالم العربي في 2003. شاركت الفنانة ناي سليمان في ستار كلاب، وهو برنامج تلفزيوني في سنة 2004 على شاشة تلفزيون الجديد. ارتفعت ناي لمستوى جديد من الشهرة والنجومية في العالم العربي لما حصلت نقطة تحول كبيرة في حياتها المهنية بإطلاق ألبومها تجرح فيا مع أغنية مميزة مين أهم، اللي تم تصويرها سنة 2006. وفي سنة 2021 احتفلت ناي سليمان بزفافها في دبي لعريسها المهندس اللبناني ربيع عبد القادر، والكل تابع الزفاف اللي اتألقت فيه بفستان أبيض من توقيع المصمم اللبناني عقل فقيه. وحصل جدل على جنسية جوزها، فالكل كان فاكر إنه إماراتي، لكن خرجت عشان توضح الأمور. ناي قالت إن جوزها من شمال لبنان، وهو مقيم من 20 سنة في مدينة دبي، وإنها بتعيش معاه قصة حب كبيرة وسعيدة جدا بارتباطهم اللي جه بسرعة، وإنها اتعرفت عليه في حفل عشاء وما كانش يعرفها لأنه ملوش اهتمامات موسيقية، ووصفته بإنه راجل حقيقي وإنها وقعت في حبه من أول نظرة. ووصفت عرض الجواز بتاعه بإنه كان خيالي زي الأساطير. ناي وجوزها قضوا شهر العسل في جزر المالديف، وكان زفافهم بسيط جدا بسبب ظروف كورونا، فيدوب حضر أسرتها وأسرة جوزها. وكانت ناي نشرت فيديو على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مع جوزها بلقطات رومانسية على الشاطئ في دبي، وقبلها نشرت مقطع فيديو يظهر فيه ربيع وهو بيتقدم لها رسميا للجواز. بعد كده أعلنت في احتفالها بعيد ميلادها إنها حامل في طفلها الأول، ونشرت صور من حفل عيد ميلادها وكتبت في تعليقها: عيد ميلادي هالسنة كان غير، عيلة نعم تكبر، قريبا رح نصير 3. ورغم ده الإشاعات مش سايبة ناي سليمان، خصوصا إشاعة انفصالها عن جوزها اللي في كل مرة بتخرج تنفيها بنفسها. والإشاعات دي انطلقت بعد شهور من الجواز، وقالت إن الانفصال حصل خارج مدينة دبي، وكان السبب في ده إن ناي سليمان قابلت جوزها في إحدى الدول الغربية. ورغم حب ناي سليمان لبلدها لبنان، قالت إنها مش هترجع، وبتعتبر الإمارات بلدها التاني وهتفضل مقيمة فيه. ووصفت لبنان بإنها الروح بالنسبة لها، وقالت إن الانفصال حصل خارج مدينة دبي، وكان السبب في ده إن ناي سليمان قابلت جوزها في إحدى الدول الغربية. ورغم حب ناي سليمان لبلدها لبنان، قالت إنها مش هترجع، وبتعتبر الإمارات بلدها التاني وهتفضل مقيمة فيه. ووصفت لبنان بإنها الروح بالنسبة لها.